الفيلم ده بيتكلم عن واحد اسمه هوان، شاب فنان رسام، ولكن حالته كانت تعبانة على الآخر، معهوش ولا مليم حتى إيجار بيته مش قادر عليه، وممكن تشوفه قاعد على الرصيف بيرسم لوحاته. وفي يوم رسم ست شكلها حلو والرسمة دي عجبتها جدا، وهو لسه ما كملش رسمة لوحة تانية عدت عربية فخمة جدا راكب فيها أغنى واحد في المنطقة دي كلها اسمه السيد لي، ومعاه كمان حبيبته بتاعت زمان. الراجل الغني ده قصد إنه يحرج هوان قدام حبيبته القديمة، فراح رامي عليه فلوس كده باستعلاء وقال له: يا عم دي لقمة عيشك بتاعت اليوم كله، اتكل بقى على الله. وفضل يضحك عليه، وهوان طبعا حس بإحراج شديد جدا، فلما حاجته وراح لعربيته اللي كانت شبه الخردة. هوان رجع للقرية اللي بيعيش فيها اللي كلها فنانين ومعارض فنية، يعني تقدر تقول عليها كده مكان الرسامين. وهو في طريقه لبيته لقي صاحب البيت مستنيه وعايز إيجار الشهور اللي عليه. هو اتضايق قوي ورماله إيجار الشهر اللي فات في وشه. صاحب البيت طلب إيجار الشهر ده كمان، فهوان رد عليه كده بهدوء وقال له: هبقى ادفع بعدين. صاحب البيت اتنرفز ورمى عليه ازازة مية، ولكن هوان ما ردش عليه. كل اللي عمله شال الازازة ورماها جنب باقي الازايز اللي كان بيجمعها علشان يبيعها اخر الشهر. صاحب البيت بصله بقرف كده وقال له: دي بقى هي عقلية الفقير. بعد كده هوان راح للمكان اللي بيحلم انه يعرض فيه لوحاته في يوم من الايام، اللي هو معرض الفنون. راح لصاحب المعرض زي كل مرة، وكان بيتحايل عليه انه يعرض لوحاته ودفع له فلوس. بس صاحب المعرض استهزأ بيه وقال له: الفلوس دي ما تجيبش ايجار متر واحد من حيطة المعرض. صاحب المعرض طلع الدور اللي فوق، وهوان طلع وراه يترجاه تاني. فصاحب المعرض قال له ان لوحاته دي ملهاش اي قيمة. فهوان قال له: لا، انا رسمي اتطور خالص، حتى حبيبتي تيان عجبها رسمي. وتيان دي بقى يا صديقي هي حبيبة هوان، بس للاسف مش بتشوف، حصل لها حاجة في عينيها زمان وبقت فاقدة البصر. صاحب المعرض رد عليه باستغراب وقال له: بتاخد رأي حبيبتك اللي ما بتقدرش تشوف؟ انت اتجننت ولا ايه؟ وقرب من لوحة كان مرسوم فيها بطاطس وقال له: شوف اللوحة دي، لما بشوفها بجوع قد ما البطاطس اللي فيها واقعية. هنا هوان حس ان كل امله ضاع وما قدرش يتكلم كلمة تانية. اما تيان حبيبة هوان فزي ما حكينا انها مش بتشوف، وشغلها الوحيد انها بتشتغل مساج، ولكن للاسف ده بيعرضها لمواقف تحرش من ناس كتير بيستغلوا انها ما بتقدرش تشوف وبيتحرشوا بيها. بس فجأة بيظهر هوان حبيبها اللي هو بطل القصة. اول ما شاف حبيبته بيتحرشوا بيها على طول دافع عنها وجاب لها حقها، ضرب اللي كانوا بيضايقوها وقال لهم: ها حسيتوا دلوقتي بالبنت الغلبانة دي بتحس بايه؟ هوان كان متوقع انهم هيندموا على اللي عملوه، ولكن بالعكس مسكوه وهم اللي ضربوه علقة تمام. بعد ما اتضرب راح هو وتيان على الشقة علشان تيان تعالج له جروحه. هوان كذب عليها وقال لها ان هو اللي ضربهم وما رحمش حد فيهم. فتيان قالت له: ايوه انا سمعت صوتهم وهم بيتوجعوا من الضرب، وهي طبعا ما تعرفش ان هو اللي كان بيتألم. المهم هوان قال لها انه جايب لها هدية، فتح الهدية اللي كانت عبارة عن جزمة جديدة ولبسها لتيان، وتيان فرحت بيها خالص وفضلوا يرقصوا مع بعض. وفجأة تيان سمعت صوت حد في الأوضة وقالت لهوان وهي مستغربة مين اللي جوه. فهوان قال لها: ده صاحبي طردوه من شقته وجي قعد معايا، وطلب من صاحبه يغمض عينه، ولكن تيان اتضايقت عشان في حد معاهم وسابتهم ومشيت. بعد شوية هوان وصاحبه طلعوا فوق السطح علشان يشربوا كاس. من كتر الشرب راحوا في النوم مكانهم، وفجأة ظهرت فوقيهم مركبة فضائية. هوان صحي مفزوع وشافها وتنح مكانه، حاول يصحي صاحبه بس كان تقيل في النوم خالص. المركبة دي نزلت المنطقة ونزل منها كائنات شكلها زي الكرتون. شاوروا على 2 كمان نزلوا معاهم، شكلهم كانوا جايين يرسموا على التماثيل اللي على شكل انسان. هوان حاول يصورهم بس فلاش الكاميرا فتح، والفضائيين لاحظوا ده واختفوا في ثواني هم والمركبة بتاعتهم. هوان خد باله من حاجة وقعت منهم فنزل علشان يشوف ايه الحاجة دي. طلعت قلم، وبما انه رسام خده معاه ودخل نام. تاني يوم هوان صحي وهو متضايق من اللي حصل امبارح. صاحبه صحاه وهوان فضل يحكي له بالتفاصيل اللي شافه على السطح. فجأة صاحبه كمل له باقي التفاصيل لوحده. هوان استغرب قوي وافتكر ان صاحبه كان صاحي وشاف كل حاجة، ولكن صاحبه قال له انه كان بيهلوس في احلامه طول الليل باللي سمعه، وقبل ما ينام كان راسم ال3 فضائيين اللي شافهم هوان. فهوان فقد الامل ان صاحبه يصدقه ونزل الشارع علشان يرسم الناس. وهو بيرسم اللون خلص منه، فضل يدور على نفس درجة اللون وما لقاهاش. راح بص على القلم اللي وقع من الفضائيين وقرر يكمل الرسمة بيه، فبيجربه على ورقة تانية علشان يتأكد من لونه، ولكنه بيلاحظ ان الرسمة اللي رسمها اتحولت لحقيقة. الحاجة دي كانت صدمة جدا ليه، وعشان يتأكد بنفسه جرب يرسم تفاحة، وفعلا الرسمة دي بقت تفاحة حقيقية. من كتر الفرحة جرب ياكل التفاحة واتصدم اكتر انها طعمها حقيقي. حط التفاحة في جيبه ولما حاجته وراح لصاحبه بسرعة، حكاله اللي حصل ووراله بقت تفاحة. قال له انه رسم التفاحة وبقت حقيقية، ولكن صاحبه كالعادة ما صدقهوش، فخد التفاحة وقال له: ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ روح شوف لك مستشفى للامراض النفسية اتعالج فيها احسن. فعشان يثبت له انه ما بيكدبش، هوان رسم قدامه سبيكة ذهب زي ما صاحبه طلب منه، بس الرسمة دي ما جسمتش على طول واتأخرت شوية
شويه. صاحبه بص عليه بتريقه ورمى الورقه من الشباك. فجاه سمعوا صوت راجل كبير بيتوجع تحت، وهنا الورقه كانت وقعت على دماغه. الراجل فضل يزعق ويغلط فيهم ويقول رميته عليا طوبه، بس اول ما شاف السبيكه راح حاططها في جيبه ومشي وكأن ما حصلش اي حاجه. هنا صاحبه اقتنع بالكلام وبدأ يصدق، فقال له ارسم سبيكه اكبر، وهوان رسمها وهما الاتنين انبهروا بحجمها. بما انهم كانوا عايشين في اوضه ضيقه قوي، هوان قرر يستغل القلم ويرسم قصر كبير، وفعلا رسم القصر ده. بس القصر ظهر فجأة في نص البلد قدام الناس كلها من العدم. طبعا الناس كلها اتصدمت ومحدش صدق عينيه. الشرطه جت بعد شويه واتفاجئوا هم كمان، وقالوا احنا كنا واقفين هنا من 5 دقايق بالظبط، مين لحق يبني القصر ده كله؟ الشرطه قربت من القصر وحاولوا يفتحوه، فهوان وصاحبه حسوا انهم عملوا مشكله كبيره. هوان حاول يمسح الرسمه بس ما عرفش يعمل كده ازاي. فجأة لقى زرار في القلم، والزرار ده وظيفته انه يمسح اي رسمه يرسمها ومش عايزها. داس على الزرار ومسح رسمه القصر. في نفس اللحظه القصر اختفى في غمضه عين، والكل اتصدموا تاني ومش عارفين ايه اللي بيحصل حواليهم. هوان وصاحبه رجعوا تاني للاوضه بتاعتهم. صاحبه قال له ايه رايك نرسم فلوس كتير، اقل حاجه 200 مليون وين؟ فجرب يرسم الرقم اللي هو عايزه بس ما تحولش لفلوس وفضل مجرد رقم. هوان خد القلم وفضل يبدع في رسم شكل اوراق الفلوس. في لحظه الاوضه كلها اتملت فلوس لدرجه انها غطتهم هما الاتنين. وبعد شويه جه صاحب العماره وفضل يغلط في الرسامين اللي واقفين قدام العماره وبيشتغلوا. واحده منهم طلعت ترد عليه، ولكن الراجل قال لها اسكتي انتي مالكيش دعوه، خليكي في اللي انت فيه، ونادى على هوان علشان يغلط فيه هو كمان. بس هوان فجاه ظهر قدامهم هو وصاحبه، وكانوا لابسين هدوم شكلها غريب شبه هدوم المهرجين كده، وكانوا فاكرين ان ده لبس الناس الاغنياء. فضلوا يتمنظروا بنفسهم قدام كل اللي في المنطقه. هوان طلع كميه فلوس كبيره وقال للرسامين الفلوس دي تدفع ايجار 100 سنه قدام. صاحب البيت خاف جدا لما شاف كميه الفلوس دي، ولكن هوان ما وقفش طموحاته هنا، وسكان المنطقه شافوه معاه 3 عربيات فخمه جدا، وجايب كمان بنات حلوين عشان يونسوه. بعد كده راح لشركه عقارات ضخمه عشان يشتري القصر اللي كان بيحلم بيه طول عمره. لقي هناك الاكس بتاعته ومعاها حبيبها الجديد. حبيبها ما كانش موافق يشتري لها فيلا، فهوان قرب منهم وطلب من السكرتيره قصرين في احسن منطقه في البلد. طلع فلوس القصرين ودفع ثمنهم كاش قدام الاكس بتاعته، والبنت ندمت اول ما شافت هوان بقى معاه فلوس قد ايه. بالليل هوان قرر يعمل مفاجاه لحبيبته تيان. خدها على القصر الجديد اللي اشتراه مخصوص ليها، وسالها تتوقعي ايه اللي شايفاه قدامك دلوقتي؟ فتيان قالت له القصر اللي ب 40 مليون، المنطقه كلها بتتكلم عنك وعن الحاجات اللي بتشتريها. هوان اتضايق عشان المفاجاه ما كانتش مفاجاه خالص، بس كمل وعمل لها حفله كبيره في القصر. كان في ضيوف كتير جايين يباركوا لها على القصر الجديد بتاعها، وبما انها ما بتقدرش تشوف، هوان كان جايب بنت توصف لها الحاجات اللي حواليها والقصر شكله حلو ازاي. هوان وقف قدامها وشكرها على وقفتها جنبه في الايام الصعبه، ونزل على ركبته وطلب منها الجواز. ولكن فجاه صاحبه دخل عليهم ومعاه البلوجر اللي بتعمل لايفات. البلوجر دي كان صاحبه معجب بيها جدا، ولكن في نفس اللحظه اللي دخل فيها تيان رفضت تتجوز هوان وسابته ومشيت. هوان اتصدم وجري وراها بيحاول يفهم هي ليه رفضت. تيان قالت له انها مش عايزه الناس تعايرها عشان هو بقى غني وهي لسه فاقده البصر. هوان قرر يحكي لها السر ورا الفلوس اللي ظهرت فجاه، ورالها القلم السحري. فتيان طلبت منه يرسم لها عين جديده علشان تشوفه تاني. هوان خدها على القصر وفضل سهران طول الليل عشان يرسم لها عين شبه عينيها بالظبط. لما رسم العين لقاها اتحولت لحقيقه بس ظهرت على كتف صاحبه، وصاحبه فضل يصرخ من الخوف. هوان مسحها بسرعه وتيان يأست وافتكرت انه مش هيقدر يرجع لها نظرها، بس صاحبه اقترح عليه يرسمها كلها على بعضها كأنها بتتولد من جديد. الفكره دي عجبت هوان جدا ونفذها، ولكن تيان من اليأس طلعت وسابتهم. بس فجأة اختفت من قدام الباب، وهوان بص على الرسمه بتاعتها ولقاها بدأت تتحول لحقيقه. ظهرت تيان قدامهم من تاني وهي معاها عينين وبتشوف كل حاجه. في نفس الوقت ده حصلت حاجه غريبه. عربيه الاسعاف نقلت ممثله للمستشفى علشان عينيها اختفت فجأة. من بعدها الدنيا اتقلبت على وشها، والشرطه بدأت تركز في الظواهر الغريبه اللي حصلت الفتره اللي فاتت، ومن ضمنها القصر اللي اتبنى واختفى فجأة. وظهر واحد كان عامل بلاغ ان عربيته اتسرقت فجأة وهو كان راكب فيها مع حبيبته، وكملوا المشوار بتاعهم زحف على الاسفلت. الضابط كمان شاف فيديو من البنك والفلوس عماله تختفي منه. بعدين جاله بلاغ ان منطاد اتسرق من سياح ووقعوا في البحر، وهنا بنعرف مين اللي خد المنطاد ده. بيكون هوان وصاحبه والبنات اللي كانوا معاهم. وبنعرف كمان ان القلم السحر ده اول ما بيستخدموه علشان يحققوا بيه اي امنيه، الحاجه دي بتختفي من مكان تاني موجوده فيه، زي الفلوس اللي رسموها كده واختفت من البنك، وزي عينين تيان اللي رسموها برضه واختفت من ممثله معروفه. اي حاجه بيرسموها بتتسحب من مكان تاني وتروح لهم. ولكن هوان وصاحبه ما كانش في دماغهم خالص موضوع ان القلم بينقل الحاجات من مكانها، فكملوا في السعاده والوناسه بتاعتهم. وكمان دخلوا على افخم محلات الهدوم واشتروا كل
كل اللي فيها. بالليل هوان عمل احتفال لتيان بالألعاب النارية واعترف لها بحبه في السماء. تيان شكرته عشان هو السبب انها رجعت تشوف تاني. وتاني يوم راح هوان للمنطقة القديمة اللي كان عايش فيها، كان عايز يعمل فيها معرض للوحاته. فشاف صاحب المعرض اللي كان بيتعالى عليه زمان. صاحب المعرض اتريق عليه عشان بقى بيتباهى بفلوسه وطلب من الأمن يطردوه، بس هوان عرض عليه 5 مليون علشان يعمل المعرض. لما صاحب المعرض سمع الرقم الكبير ده راح ضارب الأمن اللي كانوا ماسكين هوان وبقى يخدمه ويتواضع ليه. في الوقت ده صاحب هوان قال له ليه بتعمل معرض؟ مش احنا بقى معانا فلوس كتير؟ هوان قال له ان هو بيدور على حلمه الحقيقي واللي هو الشهرة مش الفلوس. وبنشوف عدو هوان اللي هو الراجل الغني اللي رمى عليه فلوس في اول الفيلم وحبيب البنت بتاعته. المهم كان بيتفرج على اعلانات هوان في الشوارع واتضايق جدا ان هوان وصل للشهرة دي وبقى اغنى منه. فالبنت اللي بيحبها قالت له انت بتغير من هوان، والراجل ضربها علشان حسسته انه بقى اقل من هوان لما بقى معاه فلوس اكتر منه. هي زعلت وسابته ومشيت. الراجل الغني ده بقى نزل يستجم شويه في الميه، وبعدين جاله 2 من اللي شغالين معاه قالوا له ان هوان ما باعش ولا لوحه واحده من المعرض ولا حتى كسب اي حاجه في اليانصيب. الراجل الغني ده قرر انه لازم ينتقم من هوان، فاتصل بضابط صاحبه، والضابط كان خارج من مركز الشرطه والصحفيين متجمعين حواليه وبيسالوه عن الظواهر الغريبه دي واحتمال انها تكون بسبب فضائيين. الراجل الغني حكى للضابط كل حاجه عن هوان وعرفه انه بقى غني فجاه في يوم وليله وانه اكيد له علاقه بسرقه البنك. بالليل هوان عمل المعرض اللي كان بيحلم بيه. فنان رسام كبير اتكلم عن هوان وعن فنه، قدمه على المسرح. بنشوف الراجل الغني موجود هو والحته بتاعته، والضابط كمان موجود وبيراقب هوان من بعيد. الصحفيين فضلوا يصوروا هوان وهوان بيسال الرسام الكبير ايه رايك بصراحه في رسمي؟ الرسام قال له طبعا حلو قوي، بس هوان حس انه مش بيقول الحقيقه وقال له قول الصراحه. فسال الصحفيين هم كمان وقالوا له نفس الكلام الايجابي. هوان استغرب عشان محدش قال اي حاجه وحشه عن رسمه. طبعا الصحفيين والرسام كانوا بيقولوا كده علشان هوان بقى معاه فلوس كتير، وفعلا الرسام قال له ان كلهم واخدين فلوس وما يقدروش يقولوا عليك اي حاجه مش كويسه. تيان اقترحت على هوان انه يعمل نفسه شخص عادي علشان يعرف رايهم الحقيقي من فنه من غير ما يعرفوا انه هو، ولكن هوان قال ان هم عارفين شكل كويس فازاي هعمل كده. الرسام قال له طيب روح غير هدومك الاول يمكن ده يساعدك. فهوان اقتنع وخد باروكه الشعر من الرسام ولبسها، يعني عمل تمويه بسيط كده. بعدين راح يسال الضباط وهم بيتفرجوا على لوحاته ايه رايكم في اللوحات دي، بس هم سابوه ومشوا وما ردوش عليه. الراجل الغني اللي هو السيد ليه كان واقف بيتمعن في لوحه من لوحاته. تيان كمان راحت سالته عن رايه في نفس اللوحه. الراجل اتريق عليها وقال انها ملهاش اي لازمه. تيان فضلت تدافع عن اللوحه وقالت انها لوحه جميله جدا. لما بنشوف اللوحه بنلاقي تيان لابسه نفس الهدوم اللي في اللوحه بالظبط، لان هوان كان راسمها هي. تيان من كتر الكسوف جريت وسابتهم. اللوحات اتعرضت للبيع في المزاد والكل كان موجود. هوان لاحظ وجود الضابط في المكان فسال الرسام اذا كان هو اللي عازمهم. الرسام قال له انا ما عزمتش حد من الشرطه، ونزل يشوف لو كان معاهم دعوه حضور. في الوقت ده جه تليفون للضابط واتاكدوا ان الارقام اللي على الفلوس اللي هوان اشترى بيها القصر هي نفس الارقام التسلسليه للفلوس اللي كانت في البنك واتسرقت. على طول قبضوا على هوان والمكان كله بقى هرجله وفوضى. الضابط سال هوان ايه علاقه الفلوس اللي كانت في البنك بالفلوس اللي اشترى بيها القصر. هوان في اللحظه دي ما كانش فاهم اي حاجه ومش فاهم الضابط قصده ايه بالظبط. وطبعا الراجل الغني كان فرحان وشمتان في هوان. الصحافه قلبت الدنيا كلها على الموضوع ده وبقى حديث الساعه. الرسام قال للصحافه ان الموضوع ده كله سوء فهم ولكن محدش صدقه. بنرجع تاني للضابط اللي سال صاحب هوان ازاي جابوا كل الفلوس دي بالسرعه دي. صاحبه قال له احنا لقينا الفلوس دي، ولكن برضه محدش صدقهم. صاحب هوان قال له بكل ثقه لو عندك اي دليل يثبت ان احنا سارقينها وريه لنا. الضابط وراهم صور العربيات الفخمه اللي معاهم وقال لهم ان العربيات دي كلها مسروقه، وهوان حتى الفاتوره بتاعه العربيات اللي اشتراها ما كانتش معاه. هنا هوان بدا يقلق ويتوتر واعترف للضابط ان معاهم موهبه مش طبيعيه بس مش عارفين ايه هي بالظبط، وعلشان يثبت كلامه قال له اطلب اي حاجه نفسك فيها واحنا هنعملها لك. الضابط صدقهم وطلب منهم عربيه فيراري. طلعوا بره الاوضه علشان يرسموا العربيه. فجاه الضابط سمع صوت عربيه بتدور، فتح الباب ولقى عربيه فيراري احدث موديل واقفه قدامهم. اتصدموا صدمه كبيره لدرجه انهم سابوا هوان وصاحبه فورا وصدقوا اللي حصل. هوان وصاحبه طلعوا للصحفيين وطمنوهم انهم بيتعاونوا مع الشرطه، بس الراجل الغني اتصدم لما شافهم خرجوا بسهوله كده. رجعوا كلهم البيت وشافوا الاخبار على السوشيال ميديا قلبت الدنيا عليهم. لما قعدوا وفكروا كويس اتاكدوا ان القلم السحر ده مش بيصنع حاجه، ده بينقلها من مكان لمكان تاني حسب الطلب. وتيان اتصدمت تاني لما عرفت ان عينيها اللي بتشوف بيها دي كانت عيون ممثله مشهوره. في نفس الوقت الضابط رجع المركز ومعاه العربيه الفيراري.
جاله بلاغ ان عربية فراري مسروقة وهي بالظبط العربية اللي معاهم. هنا الضباط حسوا ان في حاجة غلط في موضوع هوان وفضلوا قدام بيته يراقبوه. هوان وصاحبه شافوا الشرطة بس اتصرفوا طبيعي لانهم ما كانوش خايفين. اول ما الباب خبط هوان وصاحبه استخبوا بسرعة من الخوف. البنت كان شكلها متأثرة ومتعورة من ضرب جامد من حبيبها اللي هو الراجل الغني، فدخلوها وسابوها لوحدها مع هوان في الأوضة. تيان فضلت تشرب كحول طول الليل. هوان سألها ايه اللي حصل لها وخلى شكلها كده. عرفته ان الراجل الغني ده ضربها علشان هي ما كانتش مرتاحة معاه وانها جاية لهوان علشان تعتذر له عن اللي عملته. هوان افتكر الذكريات الحلوة اللي كانت بينه وبينها فسحب ازازة وشرب هو كمان، واعترف لها ان هو كمان غلطان في حقها علشان كل تفكيره كان في الرسم ولوحاته ومش مهتم بيها ولا بمشاعرها، وهي كانت نفسها تتجوز وتبني حياة معاه بس هو كان بيطنش. هوان وهو بيتكلم معاها كده وفي وسط الكلام اعترف لها بسر القلم السحري. خدها وورى لها المكان اللي كان مخبي فيه القلم وطلعه ليها. وهنا كانت الصدمة انهم اكتشفوا ان الراجل الغني كان حاطط كاميرا صغيرة في هدومها من غير ما تعرف علشان يعرف سر هوان كله. هوان اتصدم من اللي شافه في الكاميرا. تيان كانت قاعدة في اوضتها بتتفرج على اخبار الممثلة اللي عينيها اختفت، وكانت معاها البلوجر، والبلوجر كانت متضايقة جدا على الممثلة علشان مستقبلها الفني ضاع وحياتها اتدمرت بسبب اللي حصل لها. هوان اتأثر بكلامها جدا، فالبلوجر قالت لتيان بس علشان الفت نظرك انا ملاحظة ان عينك شبه عينيها قوي. تيان اتكسفت وما قدرتش تقول لها اي حاجة تانية عن الموضوع ده. تاني يوم صحي هوان بعد ما شربوا كتير امبارح، لقي قدامه تيان وصاحبه واقفين وباصين له بيسألوه البنت البلوجر راحت فين. هوان قال لهم انه مش فاكر اي حاجة من اللي حصل، فسألهم اذا كانت الشرطة لسه واقفة بره البيت. قالوا له لا الشرطة مش بره، دول دخلوا جوه. فهوان بص وراه واتفاجئ لما لقاهم قاعدين قدامه وبيشربوا قهوة. خاف منهم جدا وجري على اوضته يستخبى. اصحابه راحوا وراه فسألهم ازاي الشرطة دخلت لحد هنا. صاحبه شك انهم عرفوا السر بتاعهم، فهوان اقترح عليهم انهم يعترفوا بالحقيقة كلها عن القلم السحري، ولكن صاحبه رفض الفكرة دي خالص وقال له يا اما نتسجن على طول يا اما نرجع فقراء زي الاول، عكس تيان اللي وافقت فورا على الاعتراف بالسر. قالت انها عايزة تعمل كده علشان ما تحسش بالذنب انها خدت عين حد تاني، وانها خلاص شافت كل حاجة كانت عايزة تشوفها ومش عايزة تشوف اي حاجة تاني بعد كده. عملوا تصويت على فكرة مين موافق ان هوان يمسح كل رسمة عملها علشان يرجع كل حاجة مكانها الاصلي ويرجعوا لحياتهم الطبيعية. صاحبه رفض الموضوع ده نهائي، ولكن تيان وافقت على طول. وفجأة ظهرت حبيبة صاحب هوان من الأوضة وطلعت كانت بتسمع كل حاجة، ووافقت هي كمان على القرار بعد ما سمعت كلامهم. ولكن صاحبه قال لحبيبته يعني انت هتسيبي كل الفلوس دي وكل حاجة حلوة حصلت لنا علشان سواد عيون انا بس؟ قالت له ايوه، وفضلوا يتكلموا كلام رومانسي لبعض لدرجة ان هوان حس انه هيرجع اللي في بطنه منهم، وفي الاخر كلهم وافقوا على القرار ده. هوان راح للخزنة اللي كان مخبي فيها القلم وجابها للضباط اللي كانوا قاعدين. خلى الضباط يوعدوه انهم مش هيأذوهم لو قالوا الحقيقة. الضباط وعدوه فعلا انهم مش هيعملوا فيهم اي حاجة. هوان فتح الخزنة قدامهم علشان يطلع القلم، وهنا كانت المفاجأة الكبيرة والصدمة ان القلم كان اتسرق. بنرجع خطوة صغيرة لورا. هوان والبنت بتاعته اللي الراجل الغني ضربها كانوا ناموا في القصر. بنشوف الراجل الغني دخل القصر وفتح الخزنة وسرق القلم وخد الحتة بتاعت هوان معاه وطلع بيها قدام الضباط. عمل نفسه قدامهم كأنها كانت شاربة كتير وهربت منه وهو لقاها. بنشوف الراجل الغني ورجالته واخدين البنت المسكينة دي في هليكوبتر، وطلع القلم السحري وقرر يرسم لنفسه أكبر معرض رسم موجود في العالم كله. فجأة المعرض ظهر على أرض الواقع، كان حاجة ضخمة وجميلة جدا. اتمشى فيه وقال لرجالته إنه هيخلي المركز العالمي للرسم يعمل معارضه هنا. رجالته أقنعوه إنه يرسم فلوس وعربيات فخمة وقصر كبير قوي أكبر من قصر هوان. قال لهم مش هيتخيلوا شكل بيت أحلامه هيبقى عامل إزاي، ورسم بيت أحلامه اللي طلع عبارة عن إمبراطورية كاملة، وعرف رجالته إن هو هيبقى الإمبراطور وهم هيبقوا الخدم بتوعه. لما اعترضوا على الكلام ده قال لهم هديكوا طن ذهب كل شهر لكل واحد. فرحوا جدا ووافقوا انهم يبقوا خدم. بنرجع تاني للبنت المسكينه اللي متبهدله من اول الفيلم دي. الراجل الغني ربطها في باب الامبراطوريه وطلب من رجالته انهم ينقلوها لمكان ساقع في القصر. شكلهم كانوا هيحطوها في ثلاجه، ورسم كمان ملكه جمال كوريا علشان تكون حبيبته الجديده. طبعا ملكه الجمال دي اختفت وهي كانت واقفه على المسرح في المسابقه وظهرت فجاه قدامه، ولكن هي رفضت انها تكون حبيبته، فمسكوها وفضلوا يضربوا فيها علشان توافق. في الوقت ده وصلت الشرطه ومعاهم هوان والشله بتاعته. الشرطه خلاص عرفت السر كله. الراجل الغني حاول يهرب من الموقف وقال لهم انا هغير مكان الرسم بتاعي خالص، بس هوان دخل في الموضوع في اللحظه دي وعرفهم ان الرسم اللي بيرسمه بالقلم ده مش بيصنع الحاجه، ده بيسرقها من مكان تاني، وان ده بيعتبر سرقه الاملاك الغير. بس الراجل الغني مهتمش بكلامه ده وقال لهم ايه يعني اللي بتقولوه؟ الدنيا كلها كده، كل واحد عايش على قفا التاني. انا اسرقك وانت تسرقني، هي دي قوانين الدنيا كلها. حاول يرسم
يرسم ملايين تانية من الفلوس، بس الضباط هددوه انهم هيقبضوا عليه فورا لو عمل كده. الراجل الغني طلب رأي رجالته يعمل ايه في الموقف ده. اقترحوا عليه وقالوا له خلينا نطلع القمر بدل ما ياخدوا مننا كل ثروتنا دي، ولكن المشكلة ان مفيش اكسجين على القمر. فقال لهم خلاص اوديكوا على كوكب تاني خالص، وبدأ يرسم الكوكب اللي هيسافروا ليه. لما الشرطة حاولت تتدخل عشان تمسكهم قبل ما يهربوا، رجالته هددوا الضابط انهم هيقتلوا ملكة الجمال لو حد قرب منهم. الراجل الغني فعلا رسم الكوكب، بس اكتشف انه رسم مركبة الفضائيين اللي كانت ظهرت قبل كده، وغير مسار الرحلة بتاعتهم ونزلوا بالمركبة على الامبراطورية اللي رسمها. هنا هوان قال للضابط هي دي المركبة الفضائية اللي القلم وقع منها. الضابط طلب من رجالته يبعدوا الصحافة عن المكان عشان ما يحصلش فوضى، بس ملحقش يكمل كلامه لقى الناس كلها اتجمعت حوالين المركبة وعمالة تصورها بالموبايلات. فجأة ظهر الفضائيين من ورا الناس، كان باين عليهم متضايقين جدا من هوان عشان افتكروا ان هو اللي غير طريقهم ورجعهم للارض مش لكوكبهم. ولكن هوان ما كانش فاهم هم بيقولوا ايه ورحب بيهم على كوكب الارض. الفضائي اتعصب قوي ومسكوا من رقبته وبدأ يخنقه. لما الضباط حاولوا ينقذوا هوان، باقي الفضائيين مسكوهم وخدوا منهم اسلحتهم ورموها على الارض. الضابط حاول يتواصل مع الفضائي بالاشاره وقال له ينزل هوان. الفضائي سأل هوان فين القلم اللي وقع مننا، فهوان شاور بايده كده على الراجل الغني. لما بصوا على الراجل ده لقوه عامل لنفسه دبابه من الذهب علشان يحمي نفسه جواها. طلب من رجالته يخلصوا على هوان واللي معاه، والقلم كان في ايده، ولكن الفضائيين كانوا اسرع منهم بكتير. نطوا على الدبابه الذهب دي وغيروا اتجاه المدفع بتاعها لتحت عند الراجل الغني نفسه. في الوقت ده الراجل الغني اتجمد مكانه من الخوف، غلط في رجالته وقال لهم ان هم السبب في اللي حصل مش هو، وطلب منهم يعتذروا للفضائيين. بس الكلام ده على مين؟ كلهم اتضربوا علقه موت ورجعوا القلم لاصحابه اللي هم الفضائيين. وهنا الفضائيين كانوا ناويين يقتلوا الراجل الغني ده انتقاما منه، بس هوان وقف قدامهم ومنعهم وقال لهم ان هو اللي بدأ كل الموضوع ده وهو اللي لقي القلم في الاول. الفضائيين سامحوه علشان كان صريح معاهم. هوان طلب منهم انهم يرجعوا كل حاجه مكانها الاصلي زي ما كانت قبل ما يستخدم القلم، وفعلا كل حاجه اختفت ورجعت لمكانها الحقيقي. اولهم تيان اللي رجعت فاقده البصر تاني زي الاول. البلوجر سالتها اذا كانت زعلانه انها ما بقتش تشوف، ولكن تيان كانت فرحانه ومبسوطه باللي حصل علشان ما بقتش هتحس بالذنب انها خدت حاجه مش بتاعتها. ملكه الجمال رجعت للمسابقه بتاعتها وهي واقفه في نص الجمهور. ولما بنشوف الراجل اللي وقعت عليه سبيكه الذهب بنشوفه بيكذب على الناس وبيقول ان عنده منها كتير، وفجاه السبيكه اختفت من قدامه وما بقتش موجوده. والعربيات اللي كانت مسروقه كمان رجعت لمكانها الاصلي، ولكن في حاجه واحده فضلت مكانها وما اتحركتش، اللي هم الراجل الغني ورجالته كانوا واقفين من غير هدوم مكانهم. طلعوا كانوا سارقين الهدوم اللي لابسينها من ممثلين في مسلسل تاريخي، والصحافه صورتهم وهم بالمنظر ده. واخيرا القلم السحري رجع طبيعي وما بقاش فيه سحر. ولكن في الوقت ده الفضائيين اكتشفوا ان القلم رجع المركبه بتاعتهم للفضاء وهم لسه موجودين على الارض. سالوا نفسهم وهم محتارين ايه اللي هنعمله دلوقتي. فكروا انهم يجروا بسرعه قبل الشرطه ما تقبض عليهم ويحطوهم في حديقه الحيوان، وفعلا جريوا بسرعه وهربوا. الراجل الغني كمان حاول يهرب ويجري، بس الشرطه قبضت عليه في الاخر هو ورجالته. هوان واصحابه رجعوا لحياتهم الطبيعيه البسيطه. صاحبه وحبيبته الحلوه فضلت معاه وما سابتوش، طلعت بنت اصيله وبتحبه بجد. ومن بعدها المنطقه اللي كانوا عايشين فيها اتشهرت بسبب القصه الغريبه اللي حصلت دي، وكل يوم الصحافه موجوده هناك وبتكتب عنهم، لدرجه ان الممثله اللي عينيها اختفت جت تزور هوان بنفسها علشان يرسمها. وهوان كمان فضل مع حبيبته تيان وما سابهاش حتى لما رجعت فاقده البصر. رجع يبيع لوحاته من تاني في الشارع، والناس بقت تشتري منه اللوحات علشان هو بقى مشهور وقصته معروفه. وبيخلص الفيلم ده لحد هنا. ما تنساش لو عجبك الفيلم تدعمني بلايك واشتراك في القناه. سلام.